ملك ايديك. الجديد ان العفريت هو اللي خايف ومستخبي لدواعي امنية ومهنج. كل ما نطلب منه حاجة يقول مفيش 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 خاتم سيسي مات. مفيش. مرة جحا كان واقف على سطح بيته. نعم، السابع علوي. لا، ما كانش فيها اسانسيرات. الارض دكاكين حضرتك ومتأجرين كلهم. مش عايز حد يقف معاه في الحاجات الرفيعة دي يا جماعة. جحا وهو واقف على السطح، واحد متبهدل شاور له من الشارع وقال له لو سمحت انزل بس عاوزك في حاجة. جحا نزل 7 ادوار على رجله. قال للراجل المتبهدل نعم. الراجل قال له اعطني مما اعطاك الله. جحا قال له يا سلام عينيا تعالى، وراح واخده وطالع بيه على السطح. قال له الله يسهل لك. يحنن. كل ما افتكر القفا بتاع 30 زفتة افتكر القصة دي. الناس نزلت بالملايين، فوضت ورقصت وغنت اكتر من 4 ساعات. مشاكلهم زادت عن الاول. ادي زي ما انت شايف لا في بنزين ولا في تعادل 90 مفيش، ومن فوق 90 ناكل عيش ولا 80 مفيش، وقطع مصاريف. احنا لينا ده بتاع 3 شهور ادينا شاربين المرار. 3 شهور مش لاقيين بنزين. الاسعار غاليه خالص، الرز غالي، المكرونه، البطاطس، كله ما بيقضونيش، ومعايا عيل في المدرسه مش قادره ان انا اوديه درس ولا اوديه هنا ولا هنا. دلوقتي هم قالوا هنشيل مرسي وهنجيب السيسي عشان الكهرباء تقل. الكهرباء هي بس في ناس عايشين مرحلة اسمها انكار القفا، ودي حالة طبيعية بتقعد 2 سنين مع صاحبها، بعد كده بيمشي على الحيط ويمسك سلك الترام ويتسطل من غير حشيش ويقول عاوز اعيش واكل قراقيش وبتوحم على ايام الجبنة القريش، وهو بيقول لي مفيش. زاد على مشاكلنا الارهاب اللي اتصنع، بمعنى انك خلقت اعداء اصبح ليهم طار ودم عندك، اللي اتقتل ابوه، اخوه، ابنه، زوجته، الاف الجثث. اوعى تتكلم عن التطرف في رد الفعل، يبقى جهلك مركب، لان احنا اصلا بيئة حاضنة للارهاب وخصبة بالمحسوبية والظلم والكوسة والفساد، وضيف عليهم الجهل والفقر والمرض. بس لسه في امل نقف على رجلنا من تاني بشروط. السقوط مش هو الفشل. الفشل انك تقع ما تعرفش تقوم. الناس رفضت الحرية وادت التحية للعبودية. ما عنديش مشكلة ومش هي دي القضية، ولا انكر الواقع، بس من حقي ارفضه واعيش من اجل تغييره او اصلاحه، او على الاقل مقاومته. عاوزك تجرب تقدم لقطة او كلب اكل بايديك في الشارع، غالبا هيجروا منك، لانه للأسف بعض الحيوانات تختلف عن بعض البشر، وتدرك ان الحرية اغلى من الطعام.